قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا يا صديقي. جايب لك النهارده حاجه مختلفه تماما، قصه بطل هند حقيقيه. خلينا نشوف بيكذبوا في الحقيقه ولا في الافلام بس. كل اللي عليك تركز معايا علشان تستمتع بالحكايه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بسنديب، طفل بريء عايش مع اسره بسيطه مكونه من ام واب واخت. ولكن الطفل ده ما كانش طفل عادي، كانت متعته الاسلحه والكونج فو، ولكن ما كانش عارف يحط نفسه في الحاجات دي ازاي. لحد ما خدوا ابوه في استعراض للقوات البحريه، ومن هنا سنديب حدد هدفه وقرر في يوم من الايام يكون ضابط بحريه. وفعلا سنديب بيكبر وبيروح الثانويه. اهو بالك يا صديقي. المهم سنديب بيكون في الحمام ومعاه كتاب من الكليه البحريه، وبيكون معاه زمايله فيهم اللي ماسك سيجاره واللي ماسك المبوله. وواحد منهم بيقول له اصلا انا نفسي اظبط البت برضه. بيقول له تعامل معاها بطبيعتك هتحبك. بيقول له حاولت ولكن ما حبتنيش على طبيعتي. بيقول له يبقى عمرها ما هتحبك. ومره واحده بتخرج من الحمام القمر ايشا، كلهم بينصدموا واصحابه بيخرجوا جري من الحمام، ولكن سنديب بيفضل واقف على وضعه وكمان بيركز معاها. بيقول لها ايه جايبك حمام الاولاد؟ بتقول له حمام البنات عطلان. بيقول لها على فكره شنطتك حلوه قوي. بتقول له قصدك ايه يعني؟ بيقول لها اسمي سنديب. بتقول له انا مالي، ما تحاولش تجر ناعم كده كده هقول للمدير ان زمايلك بيشربوا سجاير بعد اذنك بقى. بيقول لها بقول لك ايه، وبياخد لها صوره. بتقول له انت اتجننت؟ بيقول لها لا انا مجنون اصلا، لو قلت للمدير على السجاير هوريه الصوره واقول له دخلت عليا وانا باخد شاور. بتغضب وبتسيبه وتمشي. بالليل بيكون معاه ورقه اختيار الكليه وبيعلم على الكليه البحريه. اخته بتقفش الورقه وبتقول له انت عايز تبقى ضابط بحريه؟ بيقول لها اخرسي خالص ابوك هيسمعنا. بتقول له ما هو عايزك تخش طب. بيقول لها انا مش عايز وهعمل الحاجه اللي بحلم بيها. ومره واحده بيسمعوا صوت سويت، بيكون جارهم كالعاده بيضرب مراته وبيكون خلاص هيروح لهم، ولكن امه بتقفل الشباك وبتقول له واحده وجوزها مالكش دعوه. تاني يوم ايشا بتكون مستنيه باباها علشان يحضر معاها عيد ميلادها، ولكن بيجي السواق بس وبيقول لها ابوكي مش هيقدر يجي علشان معاه شغل. وبيديها الظرف ده بيكون مكتوب عليه حبيبتي كل سنه وانت طيبه، معلش مش هقدر احضر عيد ميلادك لاني مشغول شويه. وبيكون في الظرف فلوس كتير جدا. بترمي الجواب بالفلوس اللي فيه وبتروح تقعد في كافيه وهي في منتهى الوحده. بيخش عليها سنديب هو بيقول لها خد الظرف ده واقع منك. بتقول له انا اللي رميته. بيقول لها طب ما تشغليني مشيها وراكي، ما تقلقيش مش عايز فلوس، كفايه خد اللي هترميه بس، يلا بقى انت هتيجي معايا علشان نصرف الفلوس دي. بتقول له لا شكرا مش عايزه. بيقول لها لا هتيجي ولا ادي الصوره دي للمدير. تقول له انت بتهددني؟ بيقول لها لا طبعا انا ببتزك. بتوافق وبياخدها على محل هدوم. هو بيقول لها الفستان ده خرافه. تقول له انا مش هلبس البتاع ده. بيقول لها الصوره معايا ها. بتخش تلبس الفستان وبمجرد ما بتخرج وبيشوفها بيخش في حاله غمان. تقول له ايه رايك؟ بيقول لها مش حلو بس اما شفته عليك حلو في عيني. عجبك الفستان؟ بتقول له حلو قوي. بيقول لها دي هديه عيد ميلادك. بتفرح لان اخيرا لقيت حد يهتم بيها. بيركب معاها العربيه وبتقول للسواق وصل سنديب لحد البيت. بيقول لها بيت مين؟ انا خلاص بقيت حبيبك، هقعد معاك شويه في بيتك. وبيخش يقعد معاها. بيقول لها على فكره انا ما دخلتش البيت لانك قاعده لوحدك، انا حبيت اقعد معاكي علشان ما تبقيش لوحدك. بتفرح قوي لانها اخيرا لقيت الطبطبه. قول لي بقى انت لقيتها يا صديقي؟ المهم من بعدها بيقضوا اجمل الاوقات سوا وما بيعديش يوم الا لما يقضوه سوا. المهم في المدرسه بيعملوا حفله افضل لبس في المدرسه والكل بيكون لابس ومستني الجايزه، والكل بيسال على سنديب. سنديب بيخش لهم ببدله البحريه والكل بيعجب بالبدله. ايجا بتروح له وبتقول له حلوه قوي البدله عليه. بيقول لها اكيد فستانك احلى بكتير. بتنتهي الحفله وهما الاثنين بيروحوا سوا وهم في الطريق بتقول له سنديب انا عايز اقول لك كلمتين محشورين في قلبي انا. ولكن مره واحده بيلاقي جارهم بيضرب مراته في الشارع. بيروح علشان يشيل عن الست الغلبانه دي ولكن جوزها بيخبطه بقلم بيرميها على الارض. سنديب ما بيستسلمش، هو بيقوم يقف في وشه رغم انه ضعيف وما يقدرش يسد قدام ولا قدام غيره. المهم الشرطه بتحضر وبتاخد الراجل. سنديب بيروح البيت وابوه بيقول له انت قدمت على الكليه البحريه من غير ما تقول لي؟ تستاهل هم رفضوك علشان نظرك ضعيف. سنديب بيخش اوضته وايشا بتخش وراه. هو بتقول له انت ليه عايز تخش في حاجه مش لونك؟ انا كنت فاكره طموحك غير كده، انت في دماغك حمايه البلد وده معناها هتروح وتغيب هنا. انا ما صدقت لقيت حد يهتم بيا ويكون جنبي، بستنى اهلي كتير ولكن مشغولين عني ومحدش بيجي، فلو انت هتكمل في احلامك دي هنفضل اصحاب زي ما احنا. بيقول لها ما هو انت سمعت اللي قاله ابويا، انا اترفضت في البحريه. بتقول له ده مش هيوقفك عن اللي في دماغك، ما هو ممكن تخش الشرطه ممكن تخش الجيش، رفض البحريه مش هيوقفك. سنديب كان فاقد الامل ورجع له بعد كلام ايشا وفعلا بيقدم في الجيش وبيتقبل. هم بتكون في منتهى الحزن عليه وابوه بيكون غضبان من قراره، ولكن سنديب بينفذ اللي في دماغه. هو بيودع امه وابوه ما بيكونش راضي يسلم عليه، بيسيبهم ويمشي، ولكن ابوه بيلاقيه ناسي جواب قبوله في الجيش فبياخدوه وبيروح جري وراه علشان يديله الجواب وفعلا بيحصله. هو بيقول له خد جواب القبول انت نسيته. بيقول له الجواب الاصلي معايا واللي معاك دي نسخه منه. بياخدوه بالحضن وكلهم بيكونوا في منتهى الحزن. سنديب بيوصل الكتيبه وبيبدا اول يوم ليه. الساعه 4 الفجر بيصحى وبيبدا اول تدريب. بينزل تحت الميه ولكن نفسه بيكون قصير جدا ما بيقدرش يستحمله وبيخرج اول واحد في زمايله. تاني تدريب الرمايه ما بيجيبش ولا طلقه صح. تالت تدريب وهو الضاحيه يعني الجري يا صديقي. اول اتنين بيوصلوا بياخدوا كل واحد كوبايه ميه وللاسف برضه سنديب بيكون اضعف واحد فيهم فبيجي اخر واحد فيهم. التدريب الرابع وهو الفنون القتاليه وبرضه بيكون اضعف واحد في زمايله. الكل بيلطش فيه واقوى واحد
واحد في كل التدريبات هو اكاش ماكينة قتال، ولكن مع مرور الوقت والتركيز في التدريبات مستوى سنديب بيتطور بشكل رهيب، وكل يوم والتاني يبعت جواب لعيشة ولكن ما بتردش عليه. بيدرك تماما انها نسيته وبطلت تفكر فيه، او ممكن تكون لضبت مع حد تاني يعني. تفتكر ان ده هيأثر فيها صديقي؟ لا والله، بيتطور في كل التمارين وبيتفوق على زمايله. في الرماية رقم 1، في المهارات القتالية رقم 1، بيقعد تحت المية كتير جدا، المدرب بيستناها بالساعات وبرضه ما بيخرجش. ربنا يهديكوا وتبطلوا هاتش. وبرضه في الجري محدش بيجيبه، بيوصل قبل زمايله بنص ساعة، والمدرب بيديله كوباية مية، واللي بيكون بعده على طول فير. ولكن اكاش ابن الهرمة رغم ان فير صاحبه الانتيم ولكن بيخبطه وبيوصل قبله وبياخد كوباية المية التانية. سنديب بيروح لفير وبيديله كوباية المية بتاعته لانه يستحقها. بيدخلوا قاعة الاكل واكاش بيقول لفير معلش يا اسطى ما كانش قصدي. في الوقت ده الاعلام بيتكلم عن ضحايا ماتوا بسبب قنابل زارعينها الارهاب. سنديب بيركع حداد واكاش بيضحك عليه، ولكن الطلبة كلهم بيقلدوا سنديب بما فيهم قائدهم. بالليل بيروح على اوضته وفير بيروح وراه بيقول له في ايه؟ بيقول له بص يا اسطى في حاجة بتحصل من وراك وانا حاسس بالذنب من ناحيتها. الرسائل اللي انت بتبعتها لعيشة ما بتوصلهاش. قبل ما توصل الرسالة اللي بتاع البريد اكاش بياخدها من الصندوق، واللي بتجيلك من عيشة ما بتوصلكش لانه برضه بياخدهم. بيروح جري على اكاش وبيزنقه زنقة كلاب. بيقول له فين الجوابات؟ بيديله الجوابات وبيقول له انا اسف خلي بالك ايش هتسافر على سويسرا. بيلبس هدومه وبيروح جري على بيتها، بيلاقيها فتحت الباب ومسافرة. بتقول له سنديب، بيقول لها انا شفت كل جواباتك امبارح بس حاولت اكلمك كتير ولكن تليفونك مقفول. بتقول له بابا خد التليفون. بابا بيكون خلاص خارج عليهم، ولكن سنديب بيقفل الباب وبياخدها ويمشي. بتقول له هو احنا كده بنهرب؟ بيقول لها لا انا سبت الجيش وجيت علشان اودعك، لازم امشي دلوقتي لاني ورايا تدريب الصبح. بتروح توصله والاتنين بيكونوا في منتهى الحزن. العربيه دي بتكون خلاص هتخبطها ولكن سنديب بينقذها، وانا كمختار راضي ومصدق. المهم بيركب الباص وبيسيبها ويمشي، ولكن بيقف على الباب وبيقول لها ايشا انا بحبك يا ايشا، وبياخد لها صوره. بيقول لها ما تتجوزيش راجل من سويسرا. بتقول له لو اتجوزت، بيقول لها هقتله واتجوزك انا. بتروح جري عليه وبتدي له ختم الموافقه. بتسيبه وتمشي وتعدي الايام وتفوت السنين، وسنديب بيكون اترقى وبقى مدرب في الكتيبه. بينزل اجازه وهو راجع الجيش تاني بيودع اهله. هو بيقول لمامته انا سرقت حاجه منك لما ارجع هبقى اقول لك عليها. بمجرد ما يوصل الكتيبه بياخد ترقيه رائد وبيتنقل لقوات الامن الوطني. بيعملوا له حفله استقبال هو وزمايله وكل حاجه بتكون ماشيه زي الفل. بيجي له جواب من عيشه بيقراه وبيروح جري للقائد بتاعه وبيقول له يا فندم انا عايز اجازه ضروري. بيقول له ايه السبب؟ بيدي له الجواب. هو بيقول له زي ما حضرتك شايف لو ما رحتلهاش هخسرها للابد. بيقول له انت عايز امتى الاجازه؟ بيقول له بكره يا فندم. في الوقت ده بيكون في مجموعه ارهاب بيخططوا للهجوم على اشهر شارع في مومباي، شارع ليوبولد. يا رب اكون قلته صح. المهم الشارع ده بيكون فيه زحمه بشكل مهول، وكمان فيه اكبر فندق تقريبا في الهند. وفعلا الشباب الارهاب دول بيوصلوا مومباي وبيتفرقوا، وكل اتنين فيهم بياخدوا تاكس. بيوصلوا الشارع وفي كل تاكسي بيسيبوا قنبله، بيجمعوا اسلحتهم وبيفجروا القنابل بطول الشارع. ناس كتير بتروح ضحايا الانفجارات، والباقي منهم اولاد الهرمه بيفرتكوا فيهم بالاسلحه. مئات الناس بتهرب وبيروحوا جري على الفندق. الارهاب بيخش وسط الناس والموظفين بيطلعوا الناس فوق، بيخلصوا على كل اللي تحت وبيطلعوا يكملوا فوق. نوال بتكون في الدور الخامس وبتسمع صوت بره، بيكون معاها مكالمه وبتخرج تشوف ايه الصوت ده. جارها برضه بيكون سمع نفس الصوت وبيقول لها هو ايه اللي بيحصل؟ ما بتردش عليه وبتخش جوه تكمل المكالمه. بتسمع نفس الصوت والمره دي بتتاكد ان ده صوت سلاح. بتخرج بره هو بتشوف واحد من الارهاب، بتقول له لو سمح، ولكن بتلاقي معاه سلاح فبتخش تستخبى جوه. وسنديب بيكون في طريقه لعيشة ولكن بيسمع اللي حصل في الراديو فبيرجع تاني الشغل. ابوه وامه بيشوفوا اللي بيحصل في الفندق فابوه بيتصل بيه ولكن بيلاقي تليفونه مقفول. بيتصل بزميله بيقول له سنديب فين؟ بيقول له ما تقلقش سنديب اصلا خد اجازه. ما يعرفش ان سنديب رجع. هو بيقف في صف الفريق اللي رايحين على الارهاب. القائد بيقول لهم الهجمه دي من اشد الهجمات الدمويه في تاريخ الهند، وده يثبت لنا ان الخصم في منتهى الشراسه ومخطط للهجوم من فتره، ولذلك كل الضباط اللي ما اخترتهمش يخرجوا بره الصف. سنديب بيقول له انا يا فندم. بيقول له اخرج بره الصف يا سنديب. بيقول له بعد اذنك عايزك في كلمتين على جنب. بيروح معاه بيقول له ما تتكلمش معايا انك تروح المهمه دي، انت ظابط تدريب ما ينفعش اخدك في مهمه خطر زي دي، ممكن اخسرك هناك، قرار نهائي ما فيش فيه نقاش. بيقول له حتى لو موت مش خساره في اهل بلدي يا فندم، اللي انت واخدهم كلهم دول طالعين من تحت ايدي، انا اللي مدربهم ولذلك عارف قدرات كل واحد فيهم وعارف كل واحد محترف في ايه بالظبط، ولذلك لازم اكون معاهم علشان احط كل واحد في مكانه. بيقنعوا وفعلا بيروح معاهم المهمه. وهم في الطريق بيقول لزمايله احنا لحد دلوقتي ما نعرفش عدد الاعداء ولا عدد الناس اللي احنا رايحين ننقذهم، ولكن في كل الحالات هنعمل اللي علينا وهنقف وقفه رجاله. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. وفعلا بيوصلوا الفندق والاعلام اول باول بيوصل الاخبار للناس، ودي بتكون كارثه يا صديقي لان قائد الاعداء دول بيعرف اللي بيحصل اول باول من الاعلام ويبلغ رجالته جوه. سنديب ورجالته بمجرد ما بيقربوا من الفندق اولاد الهرمه بيهجموا عليهم. سنديب ورجالته بيردوا عليهم وبيدخلوهم زي الفيران، وفعلا بيخشوا جوه الفندق بيبداوا يحطوا الخطه علشان يطلعوا فوق ويهجموا على الارهاب. والارهاب بيوصلوا الدور الخامس وبيقتلوا الراجل جيران نوال وهي قاعده في الاوضه مرعوبه منهم. يا ريتني كنت معاها علشان احسسها بالامان.
امان. المهم مدير الفندق بيقول لسنديب واللي معاه الفندق في كل دور واحد فيه 75 غرفه، الارهابه هيقدروا يستخبوا في اي مكان لان الفندق عباره عن متاهه. القائد بيقول له كاميرات المراقبه، بيقول له ولعوا في اوضه التحكم بتاعه الكاميرات. الضابط ده بيقول دي مهمه مستحيله، احنا لو هجمنا هيخلصوا علينا بكل سهوله لان احنا ما نعرفش عددهم ولا اماكنهم ولا اي حاجه عنهم. سنديب بيقول لهم هنهجم وانا عندي الخطه، عايز قناصين محترفين يحوطوا المبنى من كل اتجاه علشان نتحرك براحتنا، ولو في اي حد احنا مش شايفينه هم يجيبوه. وفعلا القناصين بتيجي وبيحوطوا المبنى من كل اتجاه، وسنديب وفريقه بيطلعوا فوق وبينقذوا ناس كتير جدا. ولكن في الدور الخامس نوال بتفتكر ان جارها اللي اتقتل كان معاه طفله صغيره، بتروح جري على اوضته وبتاخد البنت تستخبى بيها. في الوقت ده سنديب بيكون وصل الدور الثالث، بيلاقي الناس مرميه مغرقه المكان. زمايل سنديب في الدور اللي تحت بيلاقوا الشخص ده متكتف فبيقربوا منه علشان يفكوه، ولكن بمجرد ما بيفكوه بيلاقوا الارهاب سايبين لهم قنبله في بقه، وهما بيهربوا القنبله بتنفجر، بتستر محدش بيموت. سنديب بيعرف اللي حصل، هو بيقول للارهاب عرفوا منين ان احنا طلعنا فوق؟ ازاي بيعرفوا تحركاتنا؟ زميله بيقول له اكيد وسائل الاعلام. بيتفرقوا في الفندق وكل واحد بيروح مكان، وسنديب بيلاقي الشخص ده فبياخده معاه، بيكون فاكره من الرهاين، ولكن بيبص على جزمته بيلاقيها كلها دم، بيكون خلاص هيضربه، ولكن ابن الهرمه بيرفع عليه سلاح. تفتكر ان ده هيفرق مع سنديب يا صديقي؟ لا والله، بينزل فيه تخبيط يمين في شمال او بينفذ فيه الحركتين اللي متعلمهم، ولكن ابن الهرمه بيلف السلسله دي حوالين رقبته او بيكون خلاص هيقتله. تفتكر انه هيقتله يا صديقي؟ لا والله، بينزل تخبيط في وشه، هو بيقلبه الناحيه الثانيه، ولكن ابن الهرمه بيجري منه وبيرفع سلاح على الرهينه دي، بيخبط سنديب بطلقه بيبعد عنها ويا دوب بتلمس رقبته، بيكون عايز يضرب تاني ولكن خزنه السلاح بتخلص، بيخبط الست دي على دماغها وبيجري من المكان. سنديب بيروح جري على الرهينه، واكش بيجي جري عليه، بيشوف التعويره اللي في رقبته، هو بيقول في الجهاز الرائد سنديب مصاب وبينزف من رقبته. القائد بتاعه بيقول له سنديب سيب كل اللي في ايدك وانزل تحت حالا، انا مش مستعد اخسرك. بيقول له يا فندم ده خدش صغير، انا خلاص قربت اخلص المهمه. بيقول له من غير نقاش انزل تحت حالا، وفعلا بينزل تحت، وزمايله بيكونوا نزلوا كل الرهاين، بيخيطوا له الجرح. في الوقت ده ايشا بتتصل بيه ولكن ما بيشوفش التليفون، ايشا بتكون شافت الاخبار على التلفزيون وبتكون هتتجنن عليه، بتتصل بابوه بيقول لها ما تقلقيش يا بنتي، سنديب ظابط تدريب ملوش دعوه بمهمه الفندق. ولكن ايشا قلبها ما بيكونش مطمن، وبتبدا تفتكر اللي حصل ما بينهم، وفي الحقيقه صديقي هي وسنديب اتجوزوا وعاشوا اجمل فترات حياتهم سوا. سنديب بيرجع خدمته وهي بتروح للدكتوره بتقول لها مبروك يا ايشا هتجيبي كداب صغير، بتفرح قوي وبتكون عايزه تفرح سنديب، ولكن سنديب كالعاده ما بيردش عليها، وهي في الشغل بتحس بألم وبتتنقل على المستشفى، بتسقط الطفل وبرضه بترن على سنديب ما بيردش عليها، بتروح له مكان خدمته هو بتقول له ما كنتش ليه بترد عليا؟ بيقول لها غصب عني، بتقول له انا كنت محتاجه لك جنبي اول الفتره اللي فاتت، وانت كالعاده كنت سايبني لوحدي مرميه زي الكلبه في المستشفى. بيقول لها وانت رحت المستشفى ليه؟ بتحط ايديها على بطنها، بيقول لها كان في طفل ونزل صح؟ قبل ما ترد عليه بيجي عليه العسكري ده وبيقول له محتاجينك فورا يا فندم. بتقول له علشان خاطري ما تسيبنيش تاني، انا محتاجه لك اكتر من اي حد. بيقول لها الظاهر انهم محتاجيني في حاجه ضروريه، انا اسف. هو بيسيبها ويمشي. هيشا بترجع البيت هو بيكون معاها وثيقه طلاق، والجواب اللي جاله في الحفله وخد اجازه بسببه كانت هي دي وثيقه الطلاق. وسنديب خد الاجازه علشان يروح لها، ولكن رجع علشان يروح المهمه وينقذ اهل بلده. المهم هيشا بتخلص تفكير، وسنديب بيكون في منتهى الغضب لان كل ما حد يقرب ناحيه الفندق الارهاب بيعرفوا من الاعلام وبتفشل كل خططهم بسبب الاعلام. سنديب بيخرج لهم بره الفندق، هو بيلاقي الشرطي ده بيتكلم مع الاعلام، بيبص له بعينه بس بيركنه على جنب. المذيعه بتقول له قول لنا يا فندم ايه اللي بيحصل جوه؟ بيقول لها اللي بيحصل ان مفيش دم خالص، في ناس كل ثانيه بتموت جوه وانتم مهتمين هنا بمكاسبكم على قفاهم. عندك عيله يا استاذه؟ بتقول له يعني ايه؟ بيقول لها ام اب اخ ابن. بتقول له عندي ابني. بيقول لها في كتير في سنه ماتوا جوه، شفت ام واب واخ واخت وطفل ميتين جوه، وفي كتير زيهم لسه عايش عايزين ننقذهم، ولذلك ارجوكي وقفي اللي بتعمليه، عن طريقك وطريق غيرك بيعرفوا احنا بنخطط لايه. بيسيبهم ويمشي، والمذيعه دي بتقول للبنت افتح الكاميرا، وفعلا بتفتح الكاميرا، والمذيعه بتقول وصلنا الخبر جديد، في 24 رهينه محبوسين عند حمام السباحه. فين الامن الوطني؟ فين الشرطه؟ قائد الارهاب بيسمع الخبر وبيبعت رجالته هناك، ولكن اللي ما يعرفوش ان ده فخ، وسنديب برجالته مستنيينهم هنا، بيخرج عليهم زي الاسد وبيفرتك الاثنين الارهاب اللي دخلوا عليهم. بيرجع للقائد وبيقول له احنا هنوقف الهجوم النهارده وبكره الصبح هنشوف هنعمل ايه. بيخرج يتصل بابوه بيلاقي التليفون مقفول، بيتصل بايشا بتقول له سنديب انت كويس؟ انت فين؟ بيقول لها ما تقلقيش عليا انا في الكتيبه بتاعتي. بتقول له طيب استلمت الورقه؟ بيقول لها مش همضي عليها، انا بحبك ومستحيل استغنى عنك، اللي بينا اكبر من كده بكتير. بتقول له اللي بينا انت دمرته، عمري ما احتجت لك ولقيتك، اقرب موقف المستشفى، سبتني لوحدي ودلوقتي انت فين؟ برضه سايبني لوحدي. بيقول لها وعد مني ده مش هيتكرر تاني، ومش هيبقى فيه اي اسرار ما بينا، وهحكي لك كل حاجه عني، بس عايز اعرف ايه اللي حصل في المستشفى. بتقول له مش مهم تعرف. العسكري ده بيقول له مدير الفندق عايزك يا فندم. بتقول له فندق؟ انت في الفندق؟ بيقول لها مش مهم تعرفي، كل اللي عايزك تعرفيه اني مش هسيبك تاني. في الوقت ده مدير الفندق بيكون بيتكلم مع نوال وبتقول له بوس ايدك الحقني، انا في الدور الخامس معايا طفله صغيره ومش قادره
بتتنفس من الدخان اللي في المكان وخايفه انزل بيها الارهابي يقتلونا. بيقول لها ما تقلقيش يا فندم، احنا هنعمل اللازم ونوصل لك، خليكي مكانك لحد ما نجيلك. قلت لي انت فين بالظبط؟ بتقول له في الدور الخامس غرفه 575. وهي بتتكلم الارهابي ده بيسمع صوتها، بيروح على المكان اللي هي فيه والمدير بيتكلم معاها ولكن ما بتردش. سندب بيقول له ما تتكلمش تاني، طالما سكتت يبقى في حد وصل مكانها. وفعلا بتستخبى من الارهابي وسندب بيروح للقائد بتاعه، بيقول له يا فندم لسه في 2 رهاين فوق. بيقول له مش هينفع نطلع فوق دلوقتي يا سنديب، انت تعرف كام عددهم؟ طيب تعرف هم فين بالظبط؟ لو طلعت فوق لو معاك 100 جندي كلكم هتموتوا ومش هتعرفوا تعملوا معاهم اي حاجه. بيقول له لو ماتوا الاثنين اللي فوق يا فندم. بيقول له لو كان ده فخ منصوب لنا هنخسر كام واحد من رجالتنا؟ بيقول له واحد بس يا فندم، انا هطلع لوحدي مش عايز حد معايا. الست دي طلبت المساعده ومعاها طفله، لازم ننقذهم من الكلاب دول، مش هسامح نفسي ولا هعرف انام الليل لو الاثنين دول حصل لهم اي حاجه. بيروح لوحده ولكن القائد بيبعت معاه 3 جنود. سندب بيوصل الدور الاول والارهاب بيهجموا عليهم، اولاد الهرمه بيكونوا محاوطينهم من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله، بيرمي عليهم قنابل غاز، ما حدش منهم بيشوف حاجه. زمايله بيخافوا يطلعوا معاه ولكن هو لوحده زي الاسد بيجريهم قدامه زي الفئران. بيوصل الدور الثالث ولكن واحد من الارهاب بيكون مركز عليه وهو طالع، بيلف نفسه لفه حرير وبيخبطه بطلقه في صدره. بيكمل لفوق كلهم بيجروا منه. بيروح لنوال وبيقول لها ما تخافيش، انت في امان، ما تتحركيش من هنا، خليكي واثقه فيا. وفعلا ما بتتحركش من مكانها وواحد من الارهاب بيجي عليها، ما يعرفش ان سندب مستنيه يخش. وفعلا بيخش وسندب بيرميه لزمايله مشنوق بحبل. بالشفا حماده بياخد نوال والطفله وبيكون خلاص نازل ولكن اولاد الهرمه بيضربوا عليه. بيرمي نوال على السلم ويا بخت السلم وزمايله بياخدوها وبينزلوا لتحت. سندب بيكون واقف لوحده قدامهم وبيخبط قائدهم بطلقه في كتفه ولكن ما بيموتش. ابن الهرمه بيفتح القنبله دي وبيرميها عليه، بيفجر به المكان بالكامل. الكل بيكون فاكره مات ولكن الانفجار ولا اثر فيه. ما يعرفوش ان سندب هندي اصيل كذاب ولكن اولاد الهرمه بيخشوا عليه وبيحوطوهم من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله، بيقوم لهم زي العبد لله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بيقف لوحده ب1000 راجل ولا واحد منهم بيسد معاه. ابن الهرمه ده بيخبطه بطلقه غدر والباقي منهم بيتلموا حواليه. واحد منهم بيجري عليه بسكينه فبيمسك ايديه وبيصد بيه طلقات زمايله. وعلى وضعك يا سندب يا ابن الكذاب. بيخلص على 2 ولكن التالت بيغرز له سكينه في كتفه. جرى يا جدعان، ما بالراحه على الواد يا عم. سندب بيقفش في رقبته وما بيسيبوش الا وهو ميت. القائد بيقول له سنديب انا هبعت لك دعم، في كام واحد عندك؟ بيقول له ما تبعتش حد، انا هكدب لوحدي يا قائد. وفعلا بيخرج لهم وما بيكونش باقي على حاجه. بيخلص على اغلبهم ولكن واحد من اللي باقيين بيخبطوا بطلقه في صدره ولا بيتاثر. بيخلص عليه وما بيكونش فاضل غير واحد بس. بيفضل يضرب بالسلاح فالارهابي ده بيخاف يخش له. سندب بيكون عايز يوصل لمنديل امه ولكن ما بيقدرش. بيريح شويه على الحيطه وبيفضل على الوضعيه دي لحد تاني يوم الصبح. زمايله بيخشوا عليه بيلاقوه ميت واخر واحد فيهم زمايله بيرموا عليه قنبله بيفجروا بيه المكان. خلاص القائد سندب مات والخبر بيتذاع على التلفزيون. ابوه وامه دموعهم بتغرق الشوارع ومراته بتعرف اللي حصل. بيروحوا يستلموا الجثه والقائد بيقول لمراته ورقه الطلاق اهي، مرضيش يوقع عليها. وبيسلموا لمامته حاجته وبتلاقي المنديل بتاعها هي اللي سندب قال لها انا سرقته منك. المهم بيستلموا جثه البطل سندب وبتعدي السنين وبتفوت الايام ومحدش في الهند بالكامل بينسى البطل سندب. والبنت الصغيره اللي انقذها بتكبر هو برضه بتكون فاكراه. وهنا بينتهي الفيلم. وشكرا من القلب لكل جندي بطل واقف بيحمي اهل بلده. تحيه طيبه من قلبي ليكم. ما تنساش يا صديقي تكتب لي كومنت من قلبك وتحط لايك للفيديو لو عجبك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تنساش برضه تخش تاخد لفه في القناه، هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.